يا لهوي يا عادل، كل شويه متاخر كل شويه متاخر. فوزي يا حبيب اخوك. ايه يا عم؟ اتاخرت عليك يا حب، معلش الجو نار مش عارف امشي. ما الجو نار من الصبح واقف في الشمس. يلا بينا. يلا بينا على ايه؟ ايه هلاعبك يا عم اصبر بس يكمل بلياردو، انا كده كده جايبك كده وخلاص. ايه وخلاص في الحر ده. بالعربي كده عايزك في موضوع يا حبيبي. ايه جايب لك عروسه كده. يا لهوي، انا هنحكي في الموضوع ده تاني ونغنى. قلت لك انا صارف نظر عن الموضوع ده. يا عم ابوك وامك كل شويه يا عم مش يكلموني. عايزك عادل تزعل انا يا تعبت. اسمعني بس. يعني انت عايز نعمل زي اصحابي اللي لسه متجوزين كام سنه وشايلين الطين؟ مين اصحابك دول؟ اصحاب، انا ليا اصحاب 4 متجوزين بيشيلوا الطين، شايلين الطين اساسا. مين يا عم؟ مفيش الكلام ده يا عم. مفيش كلام. هحكي لك حكايه واحد صاحبي اقرب ليا ما في الاربعه، سامي. ازيك يا رامي؟ ازيك يا سامي، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انت عامل ايه؟ والله محتارة يا سامي. ايه كفانا الشر؟ محتارة اعمل لك صينية بطاطس باللحمة ولا الفراخ؟ لحمة ايه فراخ؟ اي حاجة هتتاكل يا بابا. في ايه مالك؟ مال ايه؟ ما انتيش تقعدي معايا ولا بتتكلمي ولا بتسمعيني ولا بسمعك، مفيش وقت معاك خالص غير الاكل، الشرب، غسيل، مش عارف ايه، نظافة، انا تعبت. طب اتكلم، انا عايشاك. اتكلم اقول ايه؟ بس ما انتوا كل شوية مش فاضيين. اديني سامعاك، اتفضل قول. اتكلم يعني؟ هتتكلم يا سامي، في ايه؟ اصل النهارده حصل موقف في الشغل غريب قوي. ايه؟ واحد مش عارف يضحك عليه، والله عيط صدقني. ايه خير؟ ده واحد صاحبي كان قاعد جنبي في الشغل. استنى يا نهار ابيض، رز على النار هيشيل. استنى. بصي، اتكلم مع مين؟ يا رب ارحمنا. اتكلم مع الحيطه، اتكلم مع الريشه، اتكلم مع الكنبه، اتكلم مع مين بس؟ يا رب ارحمنا يا رب. ها يا سامي، كنت بتقول ايه؟ بقول لي فين؟ تاخد كده شويه. انت بتعملي ايه اساسا؟ بنضف يا سامي. نظفي، ده وقت نظافه؟ قول يا سامي، في ايه مالك؟ ولا اقول لك ولا تقولي لي، اقول لك على حاجه نسيب لك البيت مخضر نازله اقعد عند امي. ده ايه الحكايه بقى، في ايه؟ مفيش حاجه يا ستي، انا ماشي. طب والاكل على النار؟ الف هنا الف شفا ليكي، كل البطاطس اللي انت عاملاها بالفراخ ولا اللحمه، انا اسف. ما تاخرش. سلام. يا نهار ابيض، نسيت اديله الزباله لما يجي. يلا روح اشوف الاكل. ايه رايك بقى يا سيدي؟ يا عم رايي فيه، مش كل متجوزين كده على فكره. لا كلهم كده على فكره، وانا صارف نظر عنه. يا عم انت فاهم غلط صدقني. يعني برضك ما اقتنعتش من حكايه صاحبي ده؟ لا. طب يا عم ده احكي لك على رامز برضه. مين رامز ده كمان؟ صاحبي بقى ما تتغباش، ما هم كلهم صحاب. ليه قصتهم؟ رامز ده يا سيدي بعد ما اتجوز ب7 شهور. لوسي يا لوسي، راحت فين دي؟ لوسي يا لوس، يا ربي عملتها لوسي وخدت الفلوس. انت جيت؟ الحمد لله على السلامة. يا سلام، جيت كنت امتى؟ فين؟ هي عامله لك مفاجاه. مفاجأة إن شاء الله. ايه بقى؟ الفلوس اللي كانت في الدولاب فين؟ يا لهوي، خدت عملت بقى مفاجاه. عملت بيها إيه إن شاء الله؟ هقول دلوقتي. استني بس ولا تقولي لي، أنت عارفة الفلوس دي بتاعت إيه؟ ايوه بتاعت ايه؟ بتاعت قسط البنك حضرتك. ايوه الشوبنج بتاعي انا، ده هعمل فيه ايه؟ شوبنج إن شاء الله اللي هتعملي بيه إيه؟ ايوه. ما تعيشي يعني عيشي على قدك كده. طب والله. والله. هو ده قدي، انت واخدني من عند بابي وهو بلا كده. بابا بلا مامي بقى، عيشي على قدك. الأيام السوداء اللي إحنا فيها دي هروح أمد إيدي للناس أنا وأقول لهم ادوني أدفع القسط، ومراتي أصلك مش فاضية بتعمل بالفلوس شوبنج. أنت إيه فوقي بقى؟ افوق ايه؟ انت عارف ان انت واخدني كده، ما ماليش دعوه. كانت أيام والدنيا اتغيرت، ما نتسيستمش خلاص. مش كل حاجة تقولي لي بابي ومامي. لا لا استنى بس، شوف المفاجأة اللي أنا عاملاها. بص، لا ده منوكير. مكياجات. بص برفانات. بص قلت لك الشراب ده الماركة. الله جبت لي شراب. دي الماركة اللي بابي بيلبسها. ماركة بابي ما تلزمنيش ولا عايز شرابات. فين فلوس الناس؟ فلوس القسط فين؟ جبت منهم لبس. لبس ايه؟ انت هبلة ولا عبيطة؟ أعمل لك إيه يعني؟ ما أنا كان في حاجات محتاجاها. محتاجة حاجات في الشوبينج صح؟ شرابات وبرفانات ومنكير ومش عارفة ايه بفلوس القسط وانا السجن. ايوه؟ أقول لك إيه؟ قولي كده. سجن مع نفسك. ايوه؟ وحتى الشراب خدته وديه لبابي أحسن منك. بابي مع ألف سلامة. ايه القرف اللي الواحد فيه ده؟ ايه
ورايا. برضه مش مقتنع. بص اقول لك على حاجه يا عم، اسمعنا بس. مش كل المتجوزين على فكره حكايتهم كده وحكايتهم متشقلبه زي ما انت بتقول. امال ايه؟ لا صدقني في ناس كويسه جدا. ازاي؟ يا عمي خدها خادمه بتاعت ربنا هتراعيك صدقني. الخدمه بتاعت ربنا هتريحني. طب اسمع بقى، بما انك قلت كده تعالى احكي لك حكايه رأفت صاحبي برضه. مين رافض دي؟ تعالى بس اسمع يمكن تقتنع. قول. انت ايه اللي مضايقك؟ اللي مضايقني ايه اللي مضايقني فيه؟ انت خدمه 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 وبيتك مهمله وسايباه، ده منظر بيت. وانت يعني عايز نهتم بالبيت واسيب ربنا؟ يا ستي انت بتوقعني في غلط ليه؟ ربنا كلنا لازم نخدمه وكلنا بنحبه ومحدش قال حاجه، بس انت بيتك ده برضه ليه حق عليك. ماشي، بس ربنا ليه حق اكبر، لازم ان انا اخدمه، لازم ان انا ابقى معاه مش مع البيت. انت عايزني يعني اسيب ربنا وابقى مع البيت ازاي؟ وانا ما قلتش حاجه، بس برضه البيت ده حاجه ربنا وصانا عليها ولازم نهتم بيها. ولا انت خادمه وبس؟ انت مش متعلمه الكلام الصح في الكنيسه؟ مش معلمينك ان بيتك ده حاجه مهمه برضه؟ انا متعلمه احب ربنا، اخدمه، اساعد اي حد محتاج حاجه، ده اللي انا اعرفه. طب انت ما كنتش هتهتم ببيتك والجواز؟ ليه اساسا اتجوزتي؟ ما كنت رحت وبقيتي راهبه. لان ربنا قال ان الجواز ده سر مقدس، فانا عملته عشان كده، ده حاجه مش حرام. سر مقدس يبقى تهتمي بيه، تهتمي بيه. فهمان ولا مش فهمان؟ رد. الو، ايوه تصوني. تمام تمام، فاكره انا خلاص نازله دلوقتي. تمام ماشي. حرام عليك، نسيتني المشوار اللي كنت رايحاه. عندنا واحده كده بنت في الكنيسه متخانقه مع جوزها، لازم نروح نصلحها. انا ماشيه. صبرنا يا رب. على يا رب تكون اقتنعت. برضه لا. برضه لا. بقول لك ايه، عشان اجيبها لك على بلاطه اقول لك حكايه صاحب الرابع الاخير. بس عشان تروح اسمعني بس. وامي ان انا صارف نظر. يا عم سيبك الرابعه ده عليا، انا بقى احكيها لك. انا هحكي لك على واحد اسمه ماريو. اسمع بقى صاحب انا ده انت ما تعرفوش. اسمع بقى القصه. وروح لكل سلام واحد يا رب، وفق مريض في حياته يا رب، وقف معاه، وقف له ولاد الحلال. انا ماليش غيره، هو متضايق اليومين دول عشان شغله، بترجاك ادينا الحل من عندك. مساء الخير يا حبيبتي. ازيك يا مريم، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ ماشي الحال. شكلك تعبان لي كده. جدا. كده الجو حر برضه. وغير الجو. طب اشرب ميه ساقعه الاول واهدى كده واحكي لي ايه اللي حصل. تسلمينك. في ايه؟ اللي كنا متوقعينه يا ست حصل. ايه اللي حصل؟ النهارده صفوا ال 15 واحد في الشركه وانا من ضمنهم. طب ايه؟ احنا كنا متوقعين كده. بس مش في الوقت ده، مش في الايام دي بالذات، ما انت عارفه الدنيا والمصاريف صعب. ربنا كبير وهيبعت لنا رزقك وما تقلقش. يا رب. وبعدين في حاجه كده حصلت كده ربنا ارشدني ليها. ايه؟ كلمت مريم صاحبتي وكلمتها عن ذكائك وطموحك. بس انت بقالك فتره مش بتتكلمي معاها. مش عارفه، لقيت نفسي باخد التليفون وبتكلم معاها وقالت لي هتشوف لك شغل في الشركه عند باباها وهترد عليا. ربنا يبعت لنا. ربنا يعمل اللي في الخير بقى. طب ممكن نصلي؟ مش قادر بجد. لا ما تكسلش، ربنا كبير وهيقف معانا. حاضر. يلا قوم. تحير عقلي تدابيره، بيقفل باب ويفتح ألف باب غيره. أصليله تحير عقلي تدابيره، بيقفل باب ويفتح ألف باب غيره. يدوب يلمح إيدي أمامه مرفوعة، بحب عجيب عليا يفيد جزيل غيره. ما بفهمهوش ساعات يمكن وبتسمر، واشوفه بعيد في وقت الضيق ومتأخر. يقول لي اصبر ما تستعجلش على فرحك، ده انا بايدي بجهز لك فرح اكبر. يا رب. ما تقعدش الهم، ربنا يحلها من عنده. اكيد. ايه ده معقول؟ الو
ايه يا مريم اخبارك ايه؟ لا بتهزري. ربنا يخليكي ليا يا رب يا حبيبتي. ماشي حاضر ابلغ. ميرسي يا بابا، باي باي. شفت ربنا؟ ايه؟ الشغل جالك بجد؟ بجد. هتمسك شركة كبيرة. السرعة دي؟ اه الحمد لله. الحمد لله، ألف شكر وحمد ليك يا رب. ربنا حنين فعلا. مفيش رحلني منه علينا. الحمد لله، شايل الهم أوي بجد، بس فعلا ربنا حنين أوي. ألف شكر ليك يا رب. بتاعك حلو. إيه رأيك؟ شفت بقى؟ مش انا حكيت لك اهو على اتنين حلوين وكويسين عشان تعرف بس ان مش كله زي بعض. أنا معاك، نموذج حلو ومشرف اللي أنت حكيت لي عنه. يا عم أنا لو واثق إن العروسة اللي جايبها لي زي النموذج اللي أنت حكيت لي عنه كده، أو إحنا هنبقى زيهم بنسبة 50%، مش 90% ولا 100%. أنا إيدي على كتفك. يا عم ما تقلقش والله، اهم حاجه تخلي ربنا في حياتكم. بص انت حكيت على قصه حد متدينه زياده عن اللازم، لا بص يا عم هو التدين حلو كله تمام وتخلي ربنا في حياتك، دي حاجه حلوه، بس اهم حاجه برضه تهتم ببيتك ربنا وصل. حتى هو في صلاه الاكليل لما بيجي يقول ابونا بيوصي بيقول لك لازم ده زي الكنيسه يا ابني، بيت زي الكنيسه. فانت هتلاقي صدقني ناس كويسه وهتلاقي الدنيا حلوه، مش كله وحش، مش كله وحش صدقني. أكيد. اهم حاجه انت تكون اتعظت خلاص، اكلم ابوك وامك ونقول الدنيا تمام. والله انا قلت لك اللي فيها، لو زي النموذج اللي انت حكيت لي عنه انا ما عنديش مانع. يا عم مفيش مشكله، على اتكل على العموم الله وممكن نشوف الدنيا. يا عم هي بنت ربنا تروح تقابلك في الكنيسه وتشوف لو الدنيا تمام مع بعض نروح هنظبط الدنيا. مش هتيجي العبك بقى؟ برضه نخلص الشاي وننسى، ماشي؟ يلا ماشي. يلا.